تهدف المواد والتجهيزات المخزنة بهذه المنصات إلى ضمان استجابة سريعة للسكان المتضررين في حالة حدوث الكارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة لاحتياجات الإنقاذ والمساعدة والتكفل وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك. سيتولى تخزين المواد الغذائية والأدوية فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية تستجيب للمعايير الدولية فيما يتعلق بالإغاثة. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في الأزمات وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه مختلف الأزمات. حاجة جميلة جدا إن المغرب بيفكر أن يتواكب مع ما يمكن أن يحدث من كوارث.